مساء النور البنات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واخيرا جيت نشارك معكم بفلوق مدينه مراكش. دابا الليل شي 11 الليل، دابا عاد شدينا الطريق ان شاء الله لمراكش. حتى برد الحال، عرفتوا اليوم راه سخونه، كازا سخونه، فالله اعلم مراكش كيفاش غادي تكون. خلينا حتى برد الحال عاد خرجنا ان شاء الله، شدينا الطريق وبغيت نشارك معكم كل شيء لي ديتاي. هنا وقفنا باش نشوفوا الطوموبيل بيان سور وباش نتعشاو لانه مازال ما تعشيناش، وجيت باش نشارك معكم حتى شنو كاين في ستاسيون في المغرب. لقينا عندهم عشاء مغربي، دايرين حريره، دايرين بسطيله، عندهم حلويات، عندهم كل شيء بالنسبه للناس اللي كتبغي توقف في الطريق ولا كتبغي تاكل في الطريق. راه كيديروا حتى فطور الصباح. هنايا خديت حريره، قلنا زعما ناكلو شي حاجه خفيفه بالليل، وجيت باش نشارك معكم شنو كاين لي جويت صغار، كاين كلشي، كاين عصائر، كاين الماء، كاين كلشي بارد. غير هو الاثمنه كانت باهظه، وشي حوايج اللي كانوا دوبل. زعما سي فري كو كنستغرب انا من هاد لي بري هادو اللي كيكونوا في لي ستاسيون ديال الطريق، علاش كيكونوا طالعين هكا بزاف. يعني اكثر من الدوبل، شي حوايج كتلقاهم اكثر من الدوبل بالنسبه للاثمنه ديال لي غران سورفاس. ايوا بيان سور جينا هنايا باش ناخذ قهوه من ستاربكس نشدو بها الطريق. ستاربكس صراحه دايرين لا ماشين هنا ديالهم كتاخذ القهوه بوحدك، ولو بري ديالها بحال لو بري ديال برا، يعني ما كاين حتى شي ديفيرونس، ماشي بحال لي برودوي الاخرين اللي صورت لكم. ايوا هنا غناخذ قهوه وغادي نعاودو نشدو الطريق ان شاء الله. ايوا خليكم معايا تشوفوا الفلوق ان شاء الله من مدينه مراكش، ونعرفكم على بزاف البلايصات في مراكش. ايوا البنات، رجعت لكم بعد ما وصلنا في الليل عيانين، عرفتوا نعسنا نيت. واخا مراكش سخونه، عرفتي 45 درجه الحراره طالعه، صهودات سيرتو بالنسبه للناس اللي ماشي من مراكش ولا ماشي من الجنوب غيحسوا ان الدنيا سخونه. دخلنا ارتاحينا وفقنا الصباح معطلين، وخرجنا دابا باش نتغداو. جيت هنايا الام سكوير وجبتكم معايا تجيبوا دويره في هاد لافينيو اللي غزال. عرفتوا البنات فيه كاع لي براندز لي مارك كاملين كاينين هنايا. كاينين لي ريستورون انترناسيونال، كاين لي ريستورون شرقيين، كاين لي كافي. هنايا كاين الفور سيزون زوين، ولكن كاين الصهد لهذا غتبان لكم الدنيا خاويه. انا غير جيت هنايا الريستورون باش نتغدى، وبغيت نصور لكم هكا شويه حتى يبرد شويه الحال، عاد غنخرج ندير معكم دويره في الام سكوير. هنا هذا هو ريستورون الجناني، ريستورون ايطاليان. صراحه كانوا لي بري غاليين شويه، ولكن كانت عندهم ماكله بنينه، عندهم توسكي بار، بيتزا، لي غراتان، لي سالاد، عندهم كل شيء. المهم بارطاجيت معكم شنو خدينا. صراحه الماكله كانت بنينه كتستاهل، والريستورون كان بارد وزوين كليماتيزي وفي واحد الراحه زوينه. ايوا خليكم معايا، كملوا معايا هذا النهار هذا في مراكش. وهنا البنات من بعد ما تغدينا جينا لهذه 100% ارابيكا. بزاف الناس كيعرفوها، صيفطوا الناس الخليج كاينه بزاف. كتعجبني صراحه، عندهم قهوه غزاله واخا لي بري شويه طالعين بالنسبه للناس اللي كياخذوا القهوه الكيلو. بارطاجيت معكم شنو كاين فيها، وشربنا قهوه وخرجنا. دابا من بعد ما الكوشي الصولي بغيت نصور معكم الام افينيو كيفاش كيكون غزال. عرفتوا واحد الاضواء، واحد الهدوء، عرفتوا كتحسوا بالراحه.
رغم انه كاين الصهد، ولكن في هذا الوقت هذا كيبدا شويه كتحرك شويه الريح. جينا هنا باش نجيبو دويره نشوفوا شنو كاين فيه. بالنسبه للناس اللي عندهم وليدات صغار، كاين واحد البارك جو للوليدات، تقدروا تحطوا الوليدات وتسراو على خاطركم. هذا كنشارك معكم لوطيل ديال كريستيانو بيستانا سي ار 7. كاين هنايا جا في وسط لافينيو. كاين اوسي الفور سيزن هو هذا. وكما قلت لكم كاين بارك جو بالنسبه للصغار، تقدروا تخليوهم هنا تشربوا قهوه ولا تغداو وتخليوهم حتى هما يلعبوا شويه. ومن بعد ما جبنا دويره خرجنا باش نمشيو بيان سور نشوفوا جامع الفنا اللي غني عن التعريف. وما كاينش شي حد كيجي لمراكش وما كيمشيش لجامع الفنا. وكانت الدنيا عامره عامره عامره، رغم انه ماشي ويكاند، ولكن كانت الدنيا تبارك الله عامره والجو زوين. وغنخليكم تكتشفوا معايا هنايا دويره في جامع الفنا. مشينا جبنا دويره وتعشينا بيان سور جامع الفنا. كل شيء زوين، واخا الصهد ما كتحسوش بالصهد داك لو شارم ديالو، سبحان الله العظيم عنده واحد لو شارم خاص. وكاينين الناس من جميع الجنسيات وجميع الاعمار، كل شيء كيعجبو جامع الفنا. واحد لومبيونس كتبقى معطله. دابا راه نورمالمون شي 12 الليل دابا، وشوفوا الدنيا كيفاش عاد عمرات. هنايا جيت كنجيب دويره بكم هنايا في وسط مراكش حتى السوفيتيل والكازينو د مراكش. وهادو لي كاليس اللي تخلصهم وكيجيبوا دويره كيجيو من جامع الفنا. كيجيبوا بك دويره هنايا في كاع لي بلاص اللي معروفين ديال مراكش، كيكونوا لي كاليس زوينين. هذا اوتيل السعدي، اوتيل غزال حتى هو ومعروف عالميا. وهذه هي الدويره ديالنا. وخليكم معايا شوفوا الاجواء في جامع الفنا كيفاش كانت.